هاي كوينز ومرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم راح يكون أسرع وأسهل تحلية كؤوس في العالم، وبدون فرن وبدون نار وبدون حتى باتور ولا مكونات كثيرة. توجد بمكونات فقط في 5 دقائق، حتى ويكونوا ضيافك في الطريق جايين تقدري توجديه. هيا نشوفوا المكونات وطريقة التحضير ونبدأ على بركة الله. والمقادير كالتالي: عندي ياغورت جنينة اللي يجي فيه حبيبات الفواكه بذوق الأناناس والمانجو أنا عندي، وعندي كريم كراميل تاع الصمام ومادلين يجي بالحبة، هذا أرخص نوع مادلين تلقاوه في السوق يدير 1000 فراك، وبسكويت تاع ماكسون اللي يشبه الأوريو، وكذلك جو تاع 1000 فراك هذايا بذوق المانجو. وهذه كانت كامل المكونات اللي نحتاجها. اولا في صحن جهزت المادلين والبسكوي باش يسهلوا عليا الخدمه، وحتى جو فرغته في كاس. والان ننتقل الى مرحله المونتاج. عندي هذو الكؤوس اللي رايحه نستعملهم حجم متوسط مليح لهذا النوع من التحليات. وبعدها جبت حبه المادلين قطعتها الى شرائح باش يسهل عليا استعمالها، ووزعت طبقه اولى من المادلين في الكاس حتى غطيت القاعده. بعدها سقيتها بملعقه صغيره من عصير. الآن مرحلة الياغورت. أخذت ذوق الأناناس ووضعت طبقة فوق المادلين، وكانت بمقدار ملعقتين تقريبا، وعدلتها من على الجوانب. وخدمت الطبقة الثانية من المادلين. كما راكم تشوفوا حبة المادلين واحدة خدمت لي كأس كامل، وبقات لي شوية منها، وسقيتها بالجو. كما راكم تشوفون هنا عندي جو اللي راها كمية كبيرة، بالرغم من انها علبة برك واحدة تاع 1000 فراك راح تخدم لكم كمية أكثر من 15 كأس. ثم وضعت الطبقة الأخيرة من الياغورت وعدلت السطح مليح به يكون الشكل زين ومنظم، وهكذا يكون شكل طبقات من على الجانب. يعني تحلية أسهل من هاك ما كانش. تقدري تتحكمي في ذوق الياغورت كما تحبي، حتى الكمية سهل التحكم فيها. تقدري تخدمي كأس واحد ولا 2 ولا حتى أكثر من ذلك على حسب عدد الأشخاص العائلة، وأي شخص يقدر يخدمها، حتى الناس اللي في الجامعة ولا لاسيتي يقدروا يحضروها. وبنتها ما نحكي لكمش عليها، هايلة لدرجة انه مرة خدمتها لضيافي وما كانش لي كان عارف انها ياغورت فقط، يحسبوني صارفة ومكلفة وشارية فواكه ومقطعتها. وبالنسبة للكأس الثاني أنا درت مزيج بين الأناناس والمانجو، كان هذا هو شكلها النهائي بعد ما وجدت. يعني تقدري تتفني فيها كما تحبي. ونجي الآن لمرحلة التزيين، واللي زينتها بأبسط الأمور باه نبقاو في نفس المستوى تاع أنه شيء بسيط. كمية المادلين اللي بقات لي فتتها وأضفتها فوق الكؤوس، ووضعت فوقها جزء حبة مارشميلو مقطعة، ومعها قشور البرتقال المحلات. كنت ديجا دايرت لكم عليها فيديو من قبل كيف تخدموها، تلقاوه في القناة ولا في صندوق الوصف. أما بالنسبة للذوق الأناناس وضعت له قشور الليمون المحلات به يبان باللي نكهات مختلفة لكل كأس. وهكذا كان شكلهم النهائي. بعدها ننتقل للنوع الثاني، واللي نحتاجه فيه شوية حليب. يمكن تعوضوا الحليب بالقهوة على حسب الرغبة. نغطس البسكوي في الحليب ونوضعه في الكؤوس كطبقة أولى، وبعدها أضع طبقة من الكريم كراميل. وبالنسبة للكراميل راكم راح تلقاوها جامدة، فخلطوها مليح باه يرجع قوامها كريمي أكثر، وبعدها نستعملوها وكما تكون سهلة علينا في الخدمة أكثر. والآن جي المرحلة الثانية من طبقة البسكوي. وهنا أنا قطعت البسكوي إلى نصفين ووضعتهم بشكل متخالف، بحيث الشكل الدائري يكون من الداخل والشكل المستقيم يكون من على حاشية الكأس باه تبان الطبقات فيه. وقطعت بعدها أجزاء صغيرة لتغطية الفراغات. كاينة ملاحظة واللي هي أنكم تقدروا تطحنوا البسكوي وتحطوه طبقات مع الكريم كراميل، بس أنا حبيت ندير الحبة كاملة من البسكوي ونقطعها فقط. هي في الطريقتين الاثنين يعطوا نفس البنة. وبعدها حطيت طبقة الكراميل ووضعت الطبقة الثالثة من البسكوي، لكن هنا البسكوي قسمته من جانب الكريمة البيضاء كما راكم تشوفوا باه تكفيني، لأنه الكأس تقريبا امتلأ. آخر طبقة كانت الكريم كراميل، وعدلت السطح وزينتها بنصف حبة بسكوي. وهيك كان شكلها النهائي من على الجانب. كما هيك نكونوا كملنا الوصفة اليوم، يعني أسرع وأسهل من هيك ما كانش. حتى الأصحاب المشاريع يقدروا يعتمدوها، لأنه تحليات كما هيك 5 كؤوس جاتني بثمن تقريبا 18,000 هيك. وتقدروا حتى تخلوا شكلهم راقي أكثر، بحيث انكم تزينوهم بطبقة من الشوكولا من على السطح، او كريمة البيستاش الجاهزة اللي راها ترند في الوقت الحالي. الاختيار لكم. كما كانت وصفة اليوم سهلة وسريعة، واذا عجبتكم ديروا اشتراك باه يوصلكم كامل الفيديوهات اللي ننزلها مستقبلا. وهذا كان احسن تعليق بالنسبة للتعليقات اللي شفتهم في الفيديو المرة اللي فاتت. شكرا على كلماتكم وعلى دعمكم، ودمتم في رفاهية وسعادة، ونتلاقاو في فيديو جديد. بسلامة.